السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى متابعين في الدنيا؟ صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم. زي ما انتم شايفين معايا عملت طبق الكشري المصري ده، ما اخدش مني وقت خالص، بطعم تحفة. طبعا احنا في رمضان وزهقنا من اللحمة والفراخ والسمك، فقلت ايه نغير كده ونعمل ايه. طبعا الاكلة دي احنا بنحبها جدا واكلة مفضلة بالنسبة لنا. زي ما انتم شايفين معايا عملت الكشري المصري والصلصة بتاعته والدقة بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف الخطوات. اول حاجة في حلة على النار كده جبتها معايا وحطيت شوية زيت زي ما انتم شايفين معايا، وجبت بصلة فرمتها كويس جدا ناعم ومعاها توم. دي بصلة وتوم. تمام. هنزلها كده في الزيت تتشوح لغاية ما ريحتها تطلع كده. طبعا انا فرماها قوي، بشوحها كده في الزيت. وطبعا عندي الطماطم او الصلصة بتاعتي بكون مجهزاها على طول معايا في التلاجة. زي ما قلت لكم كنت مفرزة الطماطم كده، نزلت عليها على طول في التشويحة اللي انا عاملاها البصلة والثومة، وسبتها بقى مع بعضها ايه تفك. بعد كده جبت معايا المقلاية بتاعتي، حطيت فيها شوية توم زي ما انتم شايفين معايا. هشوحها كده لغاية ما الريحة بتاعت التوم تطلع. وهنزل عليها بالخل. انا هنا بعمل الدقة بتاعت الكشري. كبيت عليه خل وعصرت عليه نص ليمونة. طبعا الليمون عندي ما شاء الله كبير جدا وبيبقى مليان مية. بعد كده حطيت عليه شوية كمون وشوية كزبرة زي ما انتم شايفين كده معايا، واحط عليه شوية ملح وشوية كركم. مفيش عندك كركم حطي كاري، اهم حاجة انا عايزة اللون الاصفر الحلو ده. ممكن تستغني عن اللون ده وما تحطيش عادي، بس انا عن نفسي بحب يبقى لونه كده. زي ما انتم شايفين معايا انا كده خلاص خلصت الدقة. خلاص كده جهزت معايا. شايفين ما شاء الله القمر عاملة ازاي. يلا على اللي بعده. خلاص كده انا خلصت الصلصة بتاعتي. ما شاء الله فكت. حطيت بقى كمون وكزبرة وفلفل اسود وشوية ملح. اهم حاجة الصلصة بتاعتي تكون تقيلة زي ما انتوا شايفينها كده، ما تبقاش خفيفة. شايفين ما شاء الله، انا بوريكم هنا ان هي تقيلة. يلا ندخل على اللي بعده. جبت بقى حلة بتاعتي كده، حطيت فيها مية على النار عشان اجهز المكرونات والحاجات اللي انا هسلقها. اول حاجة جبت معايا حلة تانية فيها زيت. انا طبعا سايبة الحلة التانية تغلي بالمية، وحطيت فيها شوية شعرية كده زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا حطيت عليهم برضو معلقة زبدة عشان يبقى طعمها حلو. بشوح هنا الشعرية لغاية ما تاخد لون وتبقى لونها احمر ذهبي كده وحلو زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنزل عليه بالرز. طبعا انا الرز غسلاه ومصفيه من المية. برضو هديله تشويحة مع الشعرية. بعد كده احط عليه المية بقى والملح واسيبه يستوي مع نفسه زي ما انتوا شايفين. انا بحط هنا المقدار بتاع المية بتاعه خلاص والملح، واسيبه بقى مع بعضه كده ايه يستوى. قلبته كويس جدا عشان الملح يبقى يندمج مع المية. خلاص غطيت عليه بقى وسبته ايه مع نفسه. تعالوا ما نشوف بقى. عندي المكرونه اللي هي الاسباجيتي اي اشكال مكرونه عندكم اعملوها. بصراحه كان عندي الاشكال الثلاث اشكال دول قلت ما اعملهم. وطبعا كل ما بتنوعوا في اشكال المكرونه بيبقى احلى. اما الميه بتاعتي غلت نزلت عليها بشويه زيت كده، ونزلت على طول بالمكرونه. انا هسلق هنا المكرونه كلها مع بعض.
وحطيت برضو الاسباجيتي معاها بس كسرتها، ما شاء الله المكرونه عندي استوت زي ما انتوا شايفين كده، استلقت. وما اسلقهاش قوي يا جماعه عشان ما تبقاش معجنه، اخلي بالي. تمام. طيب وبالنسبه بقى للعدس بتاعي، انا نقيته زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهسلقه برضو يا جماعه. انا غسلته كويس جدا ومنقيه طبعا، وسبت الميه تغلي، وهبدا ان انا اسلقه. ما شاء الله العدس بتاعي اللي هو بالجبه ده ما بياخدش عندي هنا اي وقت، ربع ساعه بالظبط وبيكون مستوي، ما شاء الله تبارك الرحمن. خلاص السلق معايا كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا بحب اعمل له خطوه، ايه هي؟ بحب اشوحه في شويه زيت. جبت المقلايه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، حطيت فيها شويه زيت، وهنزل بالعدس بتاعي. على فكره الخطوه دي بتخلي طعم العدس حلو جدا، وبقى طعمه حلو. بشوحه كده زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا هو مستوي بس انا بديله نكهه وطعم حلو. زي ما انتوا شايفين معايا كده بشوحه. خلاص انا هنا شوحته خلاص بالزيت. عايزه برضو حطيت معاه معلقه زبده. البصل بتاعي طبعا ما ينفعش كشري مصري من غير بصل مقرمش او محمر. قطعت البصل بتاعي سلايس كده رفيعه، ونزلت عليه بمعلقه نشا وشويه ملح. مش عايزين تحطوا ملح مفيش مشكله، بس انا بحب اديله شويه ملح. هقلب المكونات دي كلها في بعض كده زي ما انتوا شايفين معايا. واحط بقى في المقلايه بتاعتي شويه زيت واحمر. هبدا ان انا احمر ايه البصل بتاعي ده، اكرمله. زي ما انتوا شايفين طلع معايا بالقمر ده، ومقرمش جدا وكريسبي. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ لو انتوا لسه موجودين معايا اعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا والرز بشعريه بتاعي استوى، والعدس بجبه تمام زي ما انتوا شايفين، والمكرونات. هبدا بقى ان انا اخلط كله على بعضه. او ممكن وقت التقديم تاخدوا طبعا كميه من كل نوع زي ما انتوا شايفين. بس انا بريح هنا مثلا نفسي ان انا بقوم خلطه كل المكونات مع بعض. وده شكله النهائي بقى زي ما انتوا شايفين معايا. وكان عندي حمص موجود جاهز، حطيت عليه حمص كده. وكشري المصري زي ما انتوا شايفين بطعمه بجد جربوه يعجبكم جدا. اولادي ما شاء الله بيحبوا الطريقه دي قوي في الكشري المصري اللي انا بعمله، لان زي ما قلت لكم في اول الفيديو انا جبته من بره وبجد كان طعمه مش حلو خالص. ولادي قالوا لي لا يا ماما اللي انت بتعمليه احلى، فانا بصراحه عملته على طول. والدقه وبجد طعمه حلو جدا. لو عايزين تحطوا شطه بقى حطوا. مع السلامه.